بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الرحمن نبداو. اليوم الفيديو هذا راح نتطرق فيه البلد المجاور وهي المغرب، وما يحدث في المغرب من مآسي اللي تأثرت واللي أثرت فيها المواقع الاجتماعية. طبعا المواقع الاجتماعية هي سبب وهي وسيلة خلت المشاكل تخرج للوجود، وخلتنا نشوفوا يعني تتعدى الحدود، وخلتنا نشوفوا واش راه جاري عند الناس. المشاكل هذه راهي جارية في كل مكان، طبعا موجودة وموجود أكثر، لكن مشكل هذه العائلة المغربية فكل ما يتوقع العقل البشري. اليوم الشخصية اللي راح نتكلم عليها هي سعاد صاحبة قناة جوهرة مغربية. هذه الأم المسكينة، هذه الأم المظلومة، هذه الأم اللي عانت الأمرين. هذه الأم عانت واحد العذاب يعني العقل البشري ما يقدرش يتحمله. يعني وش نقول لك، ربي يعطيك الصبر وربي يعطيك الصبر وربي يعطيك الصبر. اي امراه كانت في بلاصتك كانت تخرج من عقلها وكانت تدخل مستشفى المجانين او تجري في الشارع بدون ملابس. السيده هذه باختصار تعرفت على واحد وتزوجت به، والمشكل اللي دارته وممكن يعملوه الاغلبيه ان السيد قعد في الدار وهي راحت تخدم، بصفتها انها كانت خدامه قبل ما تتزوج به. واصلت تخدم والراجل يعني استحلى الحالة، جاته مليحة قاعد ياكل ويشرب. الأم ولدت، جابت بنية وجابت الثانية وجابت اثنين ذكور، وهو زاد عجبه الحال قاعد في الدار ياكل ويشرب وخلاص، وتبارك الله عليه. وفي نفس الوقت كان يكمل هالحقد، لأنها هي كان عندها العقل رغم كل شيء، كانت تخدم عليه لكن كانت تضمن في مستقبلها ومستقبل أولادها. كانت تعيش فيه الراجل وتوكل فيه وتشرب فيه وتكسي فيه وعملت له السنين وتحوس هي وياه وعملت له كل شيء، لكن في نفس الوقت كانت شرات ديار وكتبتهم باسمها، وهذا خلاه انه عنده حقد دفين، زيادة على انه عنده ام كانت تمول في هذا الحقد هذا. كيفاش هي تخدم وانت تشد لها في الاولاد ورغم ذلك تكتب غير باسمها؟ وهذا الكلام راه قالوه وحدهم بفمهم، مانيش انايا اللي قلته. لو ترجعوا الفيديوهاتهم اللي هي عبارة عن افلام راح نتطرق ان شاء الله لعدل العائلة بالواحد، وراح نعرفوا كيفاش اثروا على المجتمع. هذه العائلة اثروا بالسلب على المجتمع لدرجة ان هناك من يخرج ومن يستشفى في المشاكل اللي راهي حادثة لهذه الام، لدرجة ان هناك امهات قابلين الظلم لهذه الام، هناك امهات قابلين الحقرة لهذه الام، امهات قابلين العقوق على هذه الام. هذه الام اللي في الاخير المسكينة خرجت من عقلها وقريب تهبل لولا ستر ربي، وعطات الأولاد لباباهم، لأنها البنت الكبيرة راها مصيبة مصيبة مصيبة. الإنسان يعني يتمنى أنه يكون عاقر وما يجيبش وحدة مثلها. ومن بعد داروا كيما نقولوا عصابة، فيها الأب وفيها الجدة وفيها البنت الكبرى، وزادت حتى عملت تمرينات للبنت الصغرى ولخوتها الذكور، وكلهم ضد إنسان واحد. ومن بعد أصبحوا عائلة كاملة ضد إنسانة واحدة، هدفهم الوحيد هو تحطيمها، هدفهم الوحيد هو تحطيمها والاستيلاء على أموالها. حبوا يستولوا على أموالها ويلعبوا بها ويدخلوها للمستشفى. للأسف الشديد جوهرة مغربية هي فعلا جوهرة، إنسانة بما معنى الكلمة، تزوجت في الحلال، ولدت في الحلال، خدمت بالحلال، عرقت وجابت الفلوس بالحلال، شرات ديار بالحلال. كل هدفها في الدنيا أنها تستعيد بناتها اللي هما للأسف الشديد ما يتسموش بنات، لكن قلب الأم يبقى قلب أم، حتى ولو كانوا عاهرات يبقوا بناتها. للأسف الشديد هذا اللي حدث لهذه بكل اختصار، اللي حدث الجوهرة مغربية. جوهرة مغربية اللي هي سعاد لم تستسلم بعد، لم تستسلم بعد، اتطلقت، ولما شافت الأوضاع ما عجبتهاش عاودت رجعت الراجل،
الراجل عمل فيها يعني واحد الخطة جهنمية مع أمه. الراجل كان يبكي باش يرجع لها، لكن النهار اللي حبت ترجعه بنته الوحيدة اللي أول وحدة رفضت هي بنته، ثاني وحدة هي أمه. من بعد عملوا عليها خطة وخطب وتزوج باش هي تكون الزوجة الثانية، وهذيك الأولى تعطي لها الموافقة. ويا ليته لم يتزوج، يعني ما جابش بنت الأصل وبنت العراش وبنت الفاميليا وبنت الدار، جاب امرأة أعوذ بالله واللطيف من أول ما دخلت وهي سب والشتم وكلام قبيح رايحين نعملوا عليها إن شاء الله مع بعض. لما يعملوا لي المونتاج نعملوا عليها فيديو خاص ونعرفوا وش جاب تربي له بناته. ولهذا ما اختارش يعني أم بديلة لبناته، لكن اختار موظفة أو عاملة تدخل له الفلوس وخلاص. هذه مشكل من مشاكل الأدسنس ومشكل من مشاكل المواقع الاجتماعية وش عاملة في الأسرة العربية. الأسرة العربية من أجل بعض الفليسات خلت هذا الأسرة تتشتت، تسب بعض، يسبوا في الأم، يضربوا لها في شرفها، يجبدوا واحد المواضيع اللي لا علاقة، يهضروا في إنسانة متزوجة والدة عندها بنات، يعني ما يخمموش المستقبل وش يقول زوج البنت، وش رايح يقول في المستقبل في هذا الأم، وش رايح يقول في هذه العائلة. والتاريخ لا يرحم، واليوتيوب يسجل، المواقع كلها مسجلة، حتى أنهم استغنوا على واحد القناة لأنها كان فيها هذا الأب يعني كلمة أب خسارة فيه، لأنه ديوثي بمعنى الكلمة وأفعاله هي اللي تخليه ديوثي. لما شاف أن القناة نتاعو فيها مواضيع يندى لها الجبين وفيها عراك يندى له الجبين وفيها كلمات الإنسان ما يقدرش يقولها، يعني راح باحها القناة واستغنى عليها، رغم أنها كانت تقريبا توصل 200 ألف متابع ومشاهد. وللأسف هناك الكثير اللي يتابعوا فيه واللي يشجعوا فيه على الفساد، وهذا دليل على فساد المجتمع للأسف الشديد. إن شاء الله في فيديوهات أخرى رايح نتطرقوا. اليوم تطرقت لهذا الجوهرة المغربية سعاد، رايح نتطرق عليها في فيديوين أو ثلاثة، لأنه فيديو واحد ما يكفيش. راح نتطرق على الحياة سعاد بالتفصيل إن شاء الله، لكن بالتفصيل الممل ولكن بالتفصيل نوعا ما. راح نتكلموا على سعاد لأن هذا الفيديو باختصار شديد راح نتكلموا على سعاد ولا معاناة سعاد وعلى حياة سعاد مع هذا العصابة اللي عايشة معاها، واللي حتى بعد ما خرجتهم من حياتها ما تقدرش تخرجهم، لأننا إذا تناسبنا وولدنا خلاص. وفي لقاء آخر إن شاء الله، ما تنسوش البصمة والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء وشكرا.